Bonsoir, salut. Bonsoir. Ça va? Ça va. Bienvenue, c'est la première fois que vous venez ici à Fès? C'est مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بكم. مرحبا بكم. Journaliste. Journaliste. Oui. Ciao, ciao, ciao. Dame paso, porfa. Dame paso. Maravilloso hotel de Fez, ¿vale? Y nosotros estamos aquí esta noche. Oui. Estamos. Oui, oui. Maravilloso. C'est Todo la gente, Oui. muy solar, Oui. especial y muy bien. C'est la première fois que vous venez à Fès? C'est la première. Todo aquí. Si tú vienes a Fez, tienes que venir al Hotel Nouza. Nouza, merci. Nouza. Nouza, merci. This hotel is very nice. I liked it. Very beautiful. I liked also the food in the restaurant was pretty good. C'est la première fois que vous venez? Yeah, it's the first time in Morocco. Like, et pourquoi Fès? Why Fès? Why? I don't know. We were doing a trip, like an organized trip from an organization, and they decided for us. But Fès is a good and nice city, big. I don't know much about Fès, but thank you very much. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axel. Soy mexicano, trabajo actualmente en Granada, España, para una agencia de viajes y eventos. Y bueno, en este video me voy a explicar el por qué estamos visitando Fez. Hicimos un viaje hacia el desierto en el Sáhara, en Merzuga. Y en el camino tenemos que parar en Fez. También hemos visitado la Medina y la verdad es que nos gusta mucho la ciudad. Es una ciudad muy comercial, tiene mucha plata, artesanía, y el Hotel Nouza siempre nos ha tratado muy bien, nos ha recibido con mucho cariño y con música, té, comida, todo muy bien. مرحبا بكم في اوتيل نزهه اللي كيعرف واحد الاقبال منقطع النظير. طبعا اليوم حضرتوا معنا الاقبال ديال واحد المجموعه ديال السياح ديال مجموعه ديال بيست لايف. بيست لايف هما طلبه اسبانيين كيجيو عندنا ولله الحمد تقريبا 2-3 مرات في الشهر. لو باساج ديالهم ديال اليوم كان جايين تبارك الله كانت عندهم جوله في المنطقه الجنوبيه في الصحراء ديال مرزوقه وديال الرشيديه. كيجيو من مالاغا ومن مدريد. مجموعه ديال الطلبه اللي كتكون مجموعه ديال الجنسيات مختلفه، اسبانيين، فرنسيين، بريطانيا، من استراليا ومن امريكا. الفندق تعرف كيعرفهم الفندق اللي هو كيعرف واحد النشاط، كيعرف واحد النشاط اللي هو سياحي اللي هو ولله الحمد منقطع النظير. فندق نزهه اللي هو تسيروا شركه جديده طبعا. الفندق كيعرف واحد نفس جديد في التسيير اللي هي شركه لابيرل دي توريزم لصاحبته السيده مدام غزلان والسيد الزموري اللي هما ولله الحمد معروفين في المنطقه وعطاو واحد النفس جديد للتسبير والتسيير ديال الفندق. كنتمنى ان شاء الله يكون استمراريه ديال هذا الاقبال ديال السياح اللي كتعرفها مدينه فاس بصفه عامه، اللي هي منطقه سياحيه ثقافيه اللي كتعرف واحد الانتعاشه سياحيه خصوصا في الفتره ديال شهر ماي. وغادي تكون طبعا نادي الصحافه اللي هو كيشرفنا بالحضور ديالو السي عبد الرحيم عاشير اللي عطى واحد الدفعه واحد الدعم قوي لهذا الفندق وفندق نزهه ولمدينه فاس بصفه عامه. مره ثانيه كنشكروا نادي الصحافه السيد عبد الرحيم عاشير والطاقم اللي مع الطاقم التقني والطاقم الصحفي اللي هو دائما كيعطي واحد الاهميه كبيره للانشطه الثقافيه والانشطه السياحيه في مدينه فاس وعلى الصعيد الوطني. وشكرا جزيلا والسلام عليكم.
Gracias.